زين راحت هي. انت ليش باع مثلا؟ انت ليش من خبرك؟ اكشن. انت وين تاخرت؟ من خبرك تعال بسرعه. يا معود كيات ماكو. دمرتوني. ضحكنا دائما. لا انا ما ضحك. شنو هذا؟ أكثر مشهد ضحكت فيه يعني أو هو كان يعني كلش صعب إنه أشتغل بدون ما أضحك لما المشهد مال العنف الأسري. متحملتك ومتحمله ضيمك وساكته. وش بيك؟ اعطيني اياه خلابنا خلي بالك فاهم زين. لا حبيبي. انا واحد لك لا. اسف كبير والله سمحت له. مشهد مال العنف الأسري يعني من دا نصعد للاقتحام وأضرب طلقة فحموشي يوقع. لا هذا كان مستحيل. زين وين هو يعني يطلب اللفة ياكلها وأنا قاعد بصفه، وأنا متخيل إنه شلون بعدين راح تنحط موسيقى حزينة وهاي كانت يعني كلش تضحك. حموشي لا تحكي هيك، احنا من عنفك، احنا لو كنا نعيش سوا، لو انت وحدك تموت سوا. شنو هذا؟ نوشي والله هد عليك حموشي. اتفقنا انا وعلي فاضل انه افوت علي بالمشهد على اوس بهذا المشهد من بعد ما حموشي يقتلني، فاوس ما يدري انه انا راح افوت له يعني بكاركتر جديد بالملابس بالفانيله. علي فاضل راد ياخذ بس الضحكه الحقيقيه من اوس، وفعلا نجحنا. علي فاضل جايب سميعه من ورايا ومتفق وياه انه يرجع يبقى بس بالفانيله زين وبالفيونكه ويدخل مره ثانيه. هذا الدخول ما مكتوب بالمشهد. شو يصير بي حبيبي؟ بعدين انا تغيرت، صرت طيب، صرت حبات، صرت خوش ولد. هذا البارت كله كمل واني لازمتني الضحكه، بحيث اذا اشتغل اني لازم حلقي هيك زين، والنوب سميعه يغني اغنيه فشويه طول بالاغنيه، انا اريده بس يطلع، لان اذا اضحك لازم نعيد هذا الشغل كله. يعني انا مخطاطه. بلي مخدرات هاي يا طلي. نيع وبعدين سيد هذا على مود الطلي كله جديد. والله اعتذر. طبعا زعجتني سويتها بدون ملح. الف انت حرام وصلف. رامي انا شرطي مو حرامي. ماكو شيء نوصل الشرطي. يلا موافقة، خلي يجي الشيخ ونعقد. يسعد لي رخصك. حبيبتي من الاخير انا مريض. دعوا في الخاشوقه، دعوا في الخاشوقه. طبعا اصعب مشهد كان هو مشهد الزواج بعد 5 سنوات، اللي لازم امثل بيه 3 شخصيات، فكل ساعه اروح ابدل واصبح واسوي تسريحه وارجع. سويت هيك شيء ارتجال باللحظه من سويت اشتي فالفنيين ماتوا ضحك، وحتى الكل بالسيد قاموا من يريدون يصيحون اشتي يصيحون اشتي. ريهام تلقفني من نظام الموبايل جوا السيارة. هذا المفروض من نزلت ريهام قفلت المشهد فصاحتني قالت لي امشي قدامي ادخل للبيت، فهاي المسافة اللي بين ما ادخل البيت
فجا بالي اعيد الاغنيه مال ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، فاول ما قلت ما حدا بيعبي انا مت الضحك. انزل يلا قدامي. وما حدا اتذكر بمشهد مال ابو الذوق من يروح على زوجته يعني يغار عليها وما يخليها تشتغل، فهذا المشهد فيه حبيب قلبي واخوي هذا الانسان اللطيف طارق شنو بالمشهد يصير ابو علي، هو يحفظ وهو يعطي نصائح وهذا، فهو على اساس دا يعلم ريهام وكل ساعه يذكرها وهاي وهو كل ساعه يعيد. المفروض انا اقول لك اي طبعا اريد منها شيت، تقول لي شو تريد منها؟ اي دوم دوم. اوكي ما اقول لك. هو يقول جبر. وطروش وياي بالزبن. طبعا اني تعرفون اني بابو الذوق بالتاكسي دائما كنت اسوق بالاوبترا لان اوتوماتيك. تعرفون هاي الظروف اللي صورنا بيها كان الطرق مسدوده وهذا، فماكو تاكسي اوتوماتيك، جابوا لي سايبه، انا بعمري ما سايق عادي، يعني ما اتذكر بحياتي مبدل واحد. زين فقلت لهم يابا ما اعرف اسوق عادي. قالوا لي اكو تقنيه وهذا ما عليك انت بس بالاخير تشغل وتطلع. فانا تصورت انه اشغل واطلع الموضوع سهل، انه اذبه واحد واكاسر الكلتش وبنزين شويه اشيل رجلي من هذا دوس هاي تمشي شويه وعلي فاضل يصيح كات ويخلص الموضوع. شغلت طب كان ترجع لي ورا السياره طلعت حاطه على البنك. يلا اختي يلا، والله كان نزلت فتحت لي الباب بس الخاط مقيدني. يلا ماما صعد ماما صعد. طبعا اصعب مشهد كان لما نقعد انا واشتي بالمطعم، مشهد المشاكل الزوجيه، نقعد نحل مشاكلنا بهدوء، بعدين تتوتر الاشياء وتصير حاله عصبيه، فيجي الويتر نطلع حرقتنا بيه، الويتر كان سمسم، فهذا المشهد لازم اول قطعه من ينقلب العصير ما بي خطا، ما ينعاد، لان اول مره راح ينقلب العصير، قميص جديد راح يتلطخ، اجى سمسم مثلنا ملشنا قلبت العصير عليه فجتنا الضحكه. قلنا نداري هيك نسوي انا واشتي اثنيناتنا هيك والضحكه حاصرتنا وبينت يعني. ليش تصيح؟ ما في شيء تشبيك، ما في شيء عليك تشبيه، ما في شيء، 24 ساعة عصبية، انت عصبيه، ما في شيء. علي قال لي هسه شو نسوي؟ اقلب العصر عليك روح اكوي القميص من جديد ومسحوا القاع وعيدوه من جديد ودير بالكم تضحكون. هذا كان يعني موقف هوايه صار عصر بالموضوع. جاوبيني ايش بيك؟ ما في شيء اقول لك، لا ايش بيك؟ ما في شيء، ايش بيك؟ ما في شيء. ايش بيك؟ المخرج على اساس جايبي كومبارس، فالمشهد تطلع المفروض ريهام بنتي بالتمثيل وزيد خطيبها وانا دا امثل دور ابوها المتوفي، المفروض ما احكي. فمن ضمن المشهد انه انا من جو البطانيه اطلع اضرب زيد راجدي، انا ما اقول له زيد راح اضربك راجدي حتى تطلع رده فعل طبيعيه، وحاسب حساب للهم الاكبر انه ريهام تضحك بدون سبب يعني، واذا لزمتها الضحكه يعني معناته من نهايه الموسم يلا نسكتها. فاول ما انتظر اللحظه وانا بقلبي اريد اسنتر الراجدي وادعي من الله ريهام ما تضحك، فهو دا يحكي حبيبتي انا يمك هالشيء شو ليش بارده؟ لا لا ما بين غطيت وجهي ما بين، لا تخاف. ضحكت وسوت جيجي، كان هم اضربها راجدي حتى تلهى الموضوع، يعني هاي الراجديات صارت واحد زيد وبعدين قالوا عيده لان ريهام ضحكت، انا بوات على زيد انقهرت عليه عياك الراجدي ثاني، هو زيد قال لي عادي عادي يعني، وزيد كلش متعاون وقال لي ضربني كلش عادي يعني، فوات على ريهام قلت له ما ردت تضحك
عندنا الراشدي مرتلوق هم ضربت رهام راجي حتى قبل لا تضحك ضربتها راجي حتى ما تضحك. لا لا انا بعدني مميت مع ابن الطراز، بعدني مميت تنسى بنت وانت ايش بيك ايش دعواتك فلفل بنت الطراز. اكثر شيء انتشر من مشاهد الفطم مشهد لما يطلع هو ابن عم الوزير اشتغل شاشة عنده من يطب له كنت بالخميس